احلى واطعم فته ممكن تاكلوها. لو عايزين تعرفوا الطريقه والوصفه تعالوا ادخلوا في قناه اكلات سهله وبسيطه. وفضلا وليس امرا نكمل الفيديو او نتفرج على اقل دقيقتين. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي، قناة اكلات سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة عيد الاضحى المبارك. يا رب كلكم كل ايامكم ان شاء الله تبقى اعياد وخير وسلامة. كانت دايما ستي الله يرحمها يعني كانت دايما تقول لي اي يوم يعدي على البني ادم او على الانسان كويس بيبقى يوم عيد ان شاء الله، فيا رب يجعل كل ايامكم كده اعياد باذن الله. طبعا النهارده هنعمل وصفة او هنعمل أكلة سهلة جدا وبسيطة. وبتبقى وجبة أساسية طبعا احنا ممكن نعملها في أي وقت، بس دايما في عيد الأضحى المبارك بتبقى الوجبة الأساسية هي الفتة. طبعا هنعمل الفتة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ودايما أنا أقول احنا ستات بيوت شاطرين وممتازين. بس لو أي واحدة لسه بنوتة صغيرة لسه متجوزة عايزة تتعلم طريقة الفتة ممكن تشوف الفيديو فتستفاد. فإن شاء الله نبدأ الوصفة النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا عندنا هنا كيلو رز. هعمل رز ابيض طبعا للفته معروفه. وعندنا هنا لحمه. دي لحمه عجالي، انت عايزه تعمليها باي نوع لحمه عندك عادي خالص. وعندنا هنا طبعا طماطم. الطماطم دي انا مفرزناها يعني يا دوبك انا بستسهل كده لما بتكون في الفريزر اطلعها بس اعمل لها الدقه او التوم بتاعها وتبقى سهله وسريعه جدا للايه للفته. او عايزه تعمليها في اي وصفه عندك تطبخي بيها بتبقى سهله طبعا بتوفر المجهود والوقت اللي عندك. وطبعا عندنا هنا اي عيش برضو عندك، مش لازم عيش معين اللي انت بتشتريه من الفرن، لا لو انت عندك عيش بلدي عندك موجود في التلاجة هاتيه بس وحطيه في الفرن. يتحمص عندك وتكسريه وبتحمريه في الزبده او في السمنه اللي عندك بطريقه سهله جدا وبسيطه. ما تقفيش على نوع عيش معين. وعندنا هنا طبعا انا بحب الفته قوي بالايه بالزبده بلدي او اي زبده عندك، المهم تكون ايه انا بحبها بالزبده البلدي. انت عايزه تعمليها باي ماده دهنيه ما تقفيش على حاجه، سهله جدا. طبعا اول حاجه هنعمل طبعا عندنا هنا الثوم والايه والخل. طبعا اساس وصفه النهارده الايه الثوم والخل. طبعا عندنا هنا حله على النار انا حاطه فيها بصل وفلفل وايه وطماطم. انزل بالايه باللحمه اللي عندي، هسلقها طبعا عشان الشوربه، بس ايه نديها كده الصدمه بتاعت النار وتشويحه صغيره وننزل عليها بالايه بالميه اللي عندنا. نعلي النار هنديها ايه بقى تشويحه كده صغيره، وتكون الميه اللي عندنا مغليه من الكاتل او على النار عادي خالص، وتنزلي بالايه بالميه عندك علشان كده اللحمه تستوي مع نفسها. اول ما تدخل يا جماعه كده في نص السوا نبتدي بقى نعمل ايه نعمل الرز بتاعنا ونعمل الايه الصوص الطماطم اللي هي للايه للفته، ونجهز نحمر العيش. بس اللي اول خالص تحطيه اللحمه ايه تتسلق عندك عشان الشرب. يا حبايبي انزل بقى بايه ميه مغليه عندي، يعني تدي اللحمه كده بس تشويحه بسيطه للبصل والطماطم، ولو عندك جزر حطي، ورق لوري انا هحط، وكده تتسلق اللحمه بقى. وبعدين نيجي نكمل باقي الوصفه معايا. يا ريت فضلا وليس امرا ندوس لايك يا جماعه عشان اللايك اللي هيرفع الفيديو اكتر ناس تشوفه. وندوس لايك ونشترك في القناه الكلمه اللي باللون الاحمر تحت اي فيديو، قناه اكلات سهله وبسيطه. حبايبي كده خلاص اللحمه عندنا استوت. اول ما اللحمه تستوي بقى نبتدي ايه نعمل بقى اللي عندنا. طبعا انا حطيت شويه زبده كده نحمر بقى فيها العيش اللي عندنا ده. طبعا العيش ده كان عندي وانا قطعته وحمصته في الفرن شويه، وبعدين ايه حطيت معلقتين زبده في الصينيه او الطاسه اللي عندي، وابتدي ايه احمره شويه. طبعا كميه العيش حسب الصينيه اللي انت هتعمليها، يعني ما تحمريش عيش كتير حسب استخدامك او ايه حسب طلبك انت لعمل ايه صينيه الفته. طبعا كده العيش عندنا بقى يتحمر، واعمل على العين التانية برضو الايه الرز معاكم. حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل الرز، وحطينا معلقتين زبده، وانا بحب احط عليهم ايه معلقتين زيت. طبعا الرز لازم بتاع الفته يبقى ايه ابيض. اقلب الرز كده طبعا الزبده اللي انت حطاها ممكن ايه اوقات كده لما تحطيها تلاقي حاجات كده سمراء اللي احنا بنسميها ايه عشان انا مش مسيحاها اللي هي المربى عادي خالص متقلقيش يعني لو انت حطيتي ايه الله اعلم.
معلش بقى نفصل لحد ما الاذان يخلص. بصوا حبايبي خلاص اهو الرز نعمله كده، يعني ايه، حاولي تشوحي الرز شويه لحد ما ايه، لحد ما يبقى كده تسمعي صوت ايه الشخلله بتاعته كده زي ما بيقولوا في الايه في الحله، عشان يبقى مفلفل عندك. يعني الرز بتاع الفته ده يبقى مفلفل كده، يبقى ايه حلو قوي. طبعا الرز انا هعمل ايه، هحط له شويه شوربه من اللحمه، وهكمل بميه ايه عاديه خالص من الكاتل. ليه بقى؟ عشان لو انت عملتيه بشوربه لحمه بس هيبقى اسمر عندك. فانا نصيحه مني يعني ان انت ايه تدي شويه شوربه كده، حوالي 3 كوبس ولا 4، يعني خلي نص شوربه ونص ميه عشان ما يبقاش غامق عندك، عشان اللحمه شوربه اللحمه بتغمقه، الرز الابيض بالذات. وبعدين اجيب ميه من الكاتل واكمل الايه، طبعا ادوق الملح بتاعه بقى، لو عايز ملح او حاجه احط له بس كده اهو. تاني الطماطم دول ممكن نشيلهم خليهم عادي خالص اللي هي مكان الشوربه. وادوق بقى الملح وكده. الرز خلاص والعيش عندنا اهو اتحمر زي ما انتم شايفين في السمنه اللي عندنا. ونعمل بقى ايه الطماطم بتاعت الايه الفته، احلى فته ان شاء الله تاكلوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا جماعه. بصوا يا حبايبي كده على النار حطينا ايه شويه زيت بصوت كده، وننزل بايه معلقه زبده. بحط الزيت الاول وبعدين الزبده علشان ايه الزبده لو حطيتيها الاول كده بتسود، لكن انت كده لما تكون الزبده عندك يعني مش مسيحاها تحطي عليها شويه زيت الاول قبل ما تحطي الزبده، يبقى لونها زي ما انت شايفه كده. وننزل بالايه بقى، بسم الله، بالثوم اللي عندنا. ثوم انا ايه فرماه كده بحطه في الفريزر يبقى سريع عندك. واعمل ايه الصلصه بتاعت الدقه دي بتاعت الفته سوري، تبقى عايزه ثوم كتير. هي حركاتها وتكاتها في الثوم والخل. عايزه تحطي عصره ليمون حطي، بس انا مش هحط ليمون، حسب ذوقك وحسب ايه مزاجك. اول ما تدي لون كده هنزل بالخل وانزل بصوص الطماطم اللي عندي. وبقى كده الرز احنا حطيناه واللحمه خلاص سلقناها والعيش حمرناه، كل حاجه كده. اول ما اللحمه تستوي انت بس سوي اللحمه الاول اسلقيها عشان تخلصي منها وكل حاجه تبقى سهله على طول وسريعه. طبعا انا الفته دي عاملاها بعد العيد يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، عشان طبعا من اول العيد واحنا مش في البيت يعني، عند مامتي عند حماتي كده يعني، فايه عزومات زي ما انتم عارفين، كل سنه وانتم طيبين. فاول ما استقريت في البيت عندي ابتديت ايه اعملها، فكده كده الفته دي ايه هتنزل لكم يعني، يعتبر عاملاها انا كده بعد العيد. الفته في اي وقت انت تعمليها عادي خالص، ملهاش ميعاد يعني، ملهاش وقت، بس طبعا طقوس العيد هي الفته يعني. فته بالدقه كده بالخل والثوم تبقى جميله جدا. هنزل بقى بالايه بالخل اللي عندي. سلام، الله على الريحه بقى يا جميله. كده نزلت بالخل وخلاص الثوم، وانزل بقى بايه، انا طبعا الطماطم اللي كانت في الايه في الفريزر عندي فكت، فاما تفك كده اسيبها ايه مع نفسها. حطي اي توابل عايزاها بقى، حطي الملح طبعا، تحطي شويه كزبره ملح بتاع ده فلفل اسود، اي توابل او بهارات عندك حطيها. انا طبعا بحط كمان شطه عشان الشطه انا بحب الايه الطماطم بتاعت الفته او التسبيكه بتاعتها او الصلصه بتاعتها بحبها تبقى ايه تبقى مشطشطه كده. كده بقى نسيبها مع نفسها واتبلها، وبعد كده ارجع لكم بقى ايه نعمل الفته نرصها مع بعض، واحلى احلى صينيه فته ان شاء الله تاكلوها.
كده خلاص بقى يعتبر كل حاجة جهزت عندي، اللحمة والطماطم بتاعة الفتة، والرز خلاص استوى. بس طبعا في ايه حركة كده بسيطة، احنا حطينا انت عايزة تعملي الفتة في صينية اعمليها، اي اطباق عندك ايا كانت عايزة تعمليها اعمليها، عايزة تعمليها في اطباق عندي زي كده اعمليها. بس طبعا لازم العيش انا حبيت ايه، مش حبيت، هو لازم ان انت تسقسقيه كده بشويه شوربه علشان يطرى منك شويه، علشان يطرى منك ايه شويه. ما ينفعش تحطي العيش ناشف. دي طبعا للايه، للبنات اللي هم المبتدئين اللي لسه بيتعلموا الفته، طبعا كلنا اكيد عارفين لازم تليني العيش شويه علشان ما يبقاش ايه ناشف. فانا طبعا لينته كده حوالي 3 دقايق بالايه بالشوربه، بقى طري ايه عندي. ابتدي بقى بسم الله اجيب الرز اللي عندي، طريقه سهله جدا وبسيطه جدا اهو. اغطي العيش كده بالايه بالرز، حسب بقى مزاجك وحسب رغبتك وحسب ذوقك. في ناس بتحب العيش اكتر من الرز، وفي ناس بتحب الرز اكتر من العيش، وفي ناس بتحب ايه يبقوا الاتنين متساويين زي كده، فعادي خالص انتي براحتك، يعني كل حاجة حسب ايه ذوقك. اهو نغطي كده العيش اللي عندنا، كمية الرز سهلة جدا وبسيطة جدا يا جماعة وسريعة وسهلة انتي في اي وقت اعمليها، مش في الاعياد بس، اي وقت انتي عايزة تعمليها اعمليها، خفيفة وسهلة وتغيير برضو، تغيري يعني من روتين الاكل اللي بنعمله على طول. كل فترة كده اعمليها ايه في بيتك هتبقى حلوة، على الاقل تحسسك باجواء العيد اللي احنا دايما بنحسه مع الفتة في ايه. احنا كده خلاص غطينا الايه العيش اللي عندنا، بس كده ثواني بس كده اهو. نجيب بقى بسم الله الصلصة اللي احنا عاملينها بتاعت الفتة، حطي برضو حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا زي ما انتوا شايفين حاطة طبقين، على اساس لو انا حطيت قليل وحد يعني من الايه من البيت عايز تاني، عايز صلصة تانية يحط. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، مكتريش برضو عشان ايه حسب ولادك وحسب بيتك، فاللي عايز بيحط من الايه من الصلصة اللي احنا حاطينها. رص اللحمة بقى حط برضو عليها شوية ايه صوص طماطم كده، حطي كمية اللحمة طبعا حسب اللي هياكله، فردين مثلا زي ما انا عاملة كده او 3. برضو تحطي ايه ما تكتريش علشان ايه، طبعا هي لو قعدت ممكن ايه العيش بيعجن وكده، فحطي اعملي حاولي تعملي على الايه حسب الكميه اللي انت عايزاها، ورش عليها شويه كده اهو. واو بقى ما شاء الله عليها، احلى فته هتاكلوها من ايد اكلات سهله وبسيطه. كل سنه وانتم طيبين، فضلا وليس امرا نشترك في القناه وندوس لايك، قناه اكلات سهله وبسيطه. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم اهو. اطباق الفته بتاعتنا طريقه سهله جدا وبسيطه جدا. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.